وصفة التليتلي اللي قراب جابت لنا تقريب 3 ملايين في. شوف الله يبارك، الطريقة هذه مجربة ومعتمدها انايا عندي مدة. اليوم جبتها لكم طريقة أخرى واللي هي تليتلي في الفور. شوف الله يبارك، جربوه ما كنتش راح تندموا عليه. جيست ما تنسوناش برك مجام وبارطاج وحفظ الفيديو، واكيد اكيد باش تعجبكم، وكل مرة نزيدو نديرو وصفات أخرى. تابعوا معنا الوصفة. السلام عليكم، مرحبا بكم على قناة حكيم فود. اليوم كما راكم تشوفوا اليوم عندنا تليتلي ان شاء الله. تليتلي بصح نديروه بطريقة مختلفة. اليوم نديروه في الفور. المرة اللي فات درناه مجمر، والمرة هذه نديروه في الفور. شوفوا معنا الوصفة. نحتاجو دجاج، نحتاجو حبة طماطم مسكرجة، حبة بصلة كبيرة تكون ثاني مسكرجة، 3 سنات نتاع ثوم، مغرفة نتاع طماطم مصبرة، وعندنا لنا شوية فلفل احمر، شوية ملح، شوية فلفل اكحل، وعندنا شوية حميصة وشوية نتاع سمن. اول حاجة نجيبو مغرفة كبيرة نتاع سمن، نحطوها لهنا نذوبوها. انا ديما كيما نقولوا الاطباق التقليدية ديما نحب نخدمهم بالسمن. نحطو شوية السمن حتى يذوب. اول ما يذوب معنا السمن نتاعنا نجيبو الدجاج نتاعنا ونحطوه لهنا. دجاج ولا لحم ولا كل واحد ومقدورو. نحطو الدجاج نتاعنا لهنا ونخليوه يتقلى مليح مليح. نخليوه مليح مليح الدجاج نتاعنا. فوالا، هو الوصفة الأصلية تجي باللحم وتجي بالدجاج مع بعضهم. وحنا متوفر معنا كان الدجاج، نديرو الدجاج برك مش لازم. فوالا، نخليوه مليح. هنا من بعد ما تبدل اللون نتاع الدجاج نتاعنا شويه، واش نجيبو البصله تاعنا نحطوها كما قلنا حبه بصله، نجيبو معها شويه ثاني نتاع الثوم، شوف السنات نتاع الثوم نحطوهم ثاني كيف. فوالا، نعملو تقليبه خفيفه. فوالا، نخليهم حتى يزبالو ويتقلاو معنا مليح. السر الماكله البنينه ديما راهي في التقليه، كل ما تقلي مليح كل ما تجيك البنه ولا اروع. فوالا، خليه حتى الزبال يشمي معنا البصله نتاعنا. هنا من بعد ما ذبلت البصله نتاعنا نحطو الطماطيش نتاعنا كما قلنا، حبه الطماطم تكون متوسطه مسكرجه. فوالا، ونجيو لهنا ونحطو معاهم لي زيبيس اللي قلنا عليهم، ملح، فلفل اكحل وفلفل الاحمر. هكا الفلفل الاحمر كل واحد كيفاش يحب يحط. ونجيو لهنا ونحطو الحمص نتاعنا. فوالا، كلشي مع بعضها هكا نديرو لهم تقليبه خفيفه. فوالا، هنا مازلنا ما نحطوش طماطم كونسيرف خاوتي، خليهم يزيدوا يتقلاو مع بعضهم مليح. فوالا، ما شاء الله ريحه طالعه بنينه. هنا خاوتي نجيبو عندنا شويه الماء يكون مغلي، ونجيو نمرقو الصوص نتاعنا. فوالا، حتى يتغطى معنا الدجاج كله، ونعاودو نرجعو. نجيبو البلاطو هذاك اللي يدخل للفور، ولا اي حاجه تحب تدخل للفور. نجيب نتاعنا نحطو شويه نتاع السمن هذاك نتاعنا. ولا من بعد ما ذاب معنا السمن نجيبو التليتلي نتاعنا ونحطوه لهنا، نديرو له تحميصه مليحه. فوالا، كما راكم تشوفوا اشاك فوا نقلبوه هكا حتى يتحمر معنا التليتلي نتاعنا. فوالا، ما نكسرولوش بزاف حتى يتحرك، جوست يبدا يحمر علينا شويه برك، يحمر شويه برك سي بون. شوفوا هذه هي النتيجه اللي نتحصلوا عليها، ما يكونش كيما نقولوا محمص بزاف، جوست شويه برك. فوالا، كيف هكا بزايد. سي بون. لهنا كيبدا الطياب يدخل، نجيو لهنا ونحطو الطماطم المصبره نتاعنا، نحاولوا نحلوها مليح لهنا. سي بون، خليوها تزيد دير غلوه اخرى ونحيو الدجاج نتاعنا. سي بون، هنا نجيو نحيو الدجاج نتاعنا اللي يكون ديجا طايب. سي بون، طايب معنا الدجاج مليح. فوالا، نحطوه لهنا. هنا الدجاج نتاعنا جوست نديرو له شويه زبده ونقليوه. هنا نجيبو البلاطو تاعنا، فوالا، اللي باش ندخلوه للفوق، ونجيو نبداو نحطو في المرقه نتاعنا حتى نغطيوها الكل خلاص.
وندخلوها للفور. كما راكم تشوفوا لهنا غطيناه الكل، ما تخافوش غطيوه نورمال، غطيو التليتلي نتاعكم الكل. فوالا كيف هكا هكا ندخلوه الفور ونحطوه كما نقولوا اللوطه خلاص، ونخليوه حتى يتعسل معنا ونخرجوه. سي بون لهنا خرجناه من الفور. شوفوا ربي يبارك كيفاه معسل ولا اروع. شوف الله يبارك، روعه روعه. شوف لهنا نزيد نخليوه يزيد يشرب هذيك الصوص برك شويه، ونحطوه في طبق تقديم. شوفوا الله يبارك. شوف والله ما شاء الله